السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. النهاردة بقى هنعمل الفتة طبعا. ما ينفعش اول يوم العيد يعدي من غير الفتة. هنا جبت اللحمة بتاعتي وحطيت معلقة سمنة ونزلت باللحمة. طبعا انا معلية العين. آه ونزلت بطماطمايه وبصلايه وورق لوري وحبهان وفلفل اسمر وبهارات لحمه وحبه ملح صغنطاطين خالص، بس اللي هو على يا دوبك على قد تشويحه اللحمه، بس عشان انا بحب اديها حبه ملح صغنطاطين كده يدوها يعني حاجه كده يعني. المهم هشوح اللحمه كده شويه، واول ما لونها يغير معايا هنزل عليها بالميه المغليه بتاعتي وهسيبها تغلي غلوتين، وهوطي عليها بقى واسيبها مع نفسها خالص لحد ما تستوي. تمام كده كده سليق اللحمه ما فيهوش اي حاجه خالص. هنيجي بقى هنا لطبيخ الرز. هنا جبت حله وحطيت فيها حبه زيت، وهنزل عليها بالرز بتاعي بعد ما يكون الزيت سخن او قدح يعني. المهم هنزل بالرز بتاعي وابدا بقى ايه اشوح فيه التشويحه الجميله بتاعتي بقى لحد ما اسمع صوت التكتكه. اول ما اسمع صوت التكتكه بقى وكده اقوم نازله بالميه بتاعتي، اظبط الميه واحط له الملح بتاعه واسيبه بقى ايه مع نفسه يشرب الميه، وبعدين اوطي عليه وخلاص. هاجي بقى هنا جبت طاسه صغيره حطيت فيها حبه زيت زعنطتين ومعلقه كبيره توم، وهبدا ان انا اشوح التوم كده لحد ما يديني اللون الاصفر، وانزل عليه بقى بعد كده بالخل بتاعي. وهحط له حبه ملح وفلفل. عايزه تحطي كمون حطي، مش عايزه براحتك يعني. انا بكتفي هنا بالملح والفلفل بس. وهسيبه يغلي غلوتين وهقوم طفي عليه. وهاجي هنا بقى برضو معلقه توم زقنططه، وهحط فيها برضو حبه يعني ايه سنه خل زقنططه، يعني بعد ما البصل التومه تكون اصفرت هنزل عليها بمعلقه الخل، وبعدين هنزل عليها معلقتين صلصه كبار. تمام، وهدل الصلصه تشويحه كده على النار، وبعدين هنزل عليها بحبه ميه، كوبايه ميه يعني ايه، يعني كوبايه ميه صغيره يعني مش كبيره، وحبه فلفل ومعلقه سكر وحبه ملح، وهسيبها بقى تسبك معايا. وهنا بقى كان عندي عيش ناشف هقطعه كده زي ما انتوا شايفين. المهم هكسره، وبعد ما هكسره هنزل عليه بكرنبين شوربه. تمام، وهاجي بقى الدقه بالخل والثوم اللي انا عملتها هنزل عليه بمعلقتين كده، وبعدين معلقتين صلصه، وهقلبهم كويس كده زي ما انتوا شايفين. الطريقه دي جميله قوي، انصحكم تجربوها والله مش هتندموا. المهم بعد ما نزلت باللي انا قلته دوت هنزل هديله تقليبه، وبعدين انزل بالرز بتاعي. ابتدي ان انا افرد الرز كده وانزل عليه برضو بكرنبين شوربه. تمام، وبعدين هنزل باللحمه بتاعتي ارصصها كده زي ما انتوا شايفين، وهحط عليها الصلصه اللي انا عملتها، وفي الاخر هرش عليها دقه الخل والثوم. وبكده تكون عملنا احلى فته بالخل والثوم. بصراحه بتبقى خطيره قوي، جربوها بالطريقه دي مش هتندموا والله. طعمها فظيع، تحفه. وطبعا مينفعش يعدي العيد من غيرها. سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه صعبه، ولذيذه. ما تنسوش تعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو. سلام.